السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وقبل اي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، فضلا وليس امرا، ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة ازيكم، تشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. وحابة اذكركم ان تفسير الاحلام ما هو الا اجتهادات، والله تعالى اعلى واعلم. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم عبد الكريم في المنام للإمام ابن سيرين. واسم عبد الكريم في المنام سواء كان مكتوب أو مسموع أو مقروء، أو حتى شفت شخص اسمه عبد الكريم، فده من الرؤى ومن الأسامي المبشرة بقدوم خير ورزق وبركة لصاحب الرؤية، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم عبد الكريم بيدل على شخصية الرائي، إن هو شخصية كريمة أو بتكرم الناس أو بيحب يكرم اللي حواليه أو أهل بيته، والله تعالى أعلى وأعلم. ده لو كان هو من الشخصيات اللي فيها طبع الكرم. أما لو كان من الشخصيات الحريصة أو اللي بتدقق في صرف المال قوي، فده إنذار ليه إن هو يتعامل بكرم مع الناس ومع أهل بيته خصوصا، وإنه يكرم من حوله عشان ربنا يكرم. كمان اسم عبد الكريم لو في المنام جه لحد، والحد دوت كان بيمر بأزمة أو ضيقة مادية أو أي شيء فيه هم للإنسان، فربنا بيبشره بالخير، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه من وسع وهيعوض عليه بخير ورزق كبير هيملى حياته، وهيعوضه عن فترة الضيق والكرب اللي هو فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم عبد الكريم في منام الطالب بيدل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه ويوفقه في دراسته. وكمان اسم عبد الكريم في منام المسجون بيدل على إن شاء الله بشرى ليه بالفرج القريب، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم عبد الكريم في منام المريض بيدل على شفائه، وإن شاء الله ربنا هيمن عليه بالشفاء وهيكرمه بالشفاء العاجل القريب بأمر الله. كمان اسم عبد الكريم في منام الحامل بيدل على ان ربنا هيكرمها بذريه صالحه، والله تعالى اعلى واعلم. اسم عبد الكريم في منام الرجل المتزوج والمراه المتزوجه بيدل على كرم، على ان الكرم اهل البيت، وكمان ان ربنا هيزيد من اهل البيت وهيكرمهم بالذريه والمال والرزق، والله تعالى اعلى واعلم. اسم عبد الكريم في منام المراه المطلقه والارمله بيدل على قدوم الخير ليها، وإن ربنا هيعوضها وهيكرمها من وسع بأمر الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.